لو عندك عزومة أو مناسبة وعاوزة تعملي ديك رومي وخايفة منه، تعالي بقى هخليكي أستاذة فيه. هنعمله زي بتاع الفنادق والمطاعم وأحلى كمان، صدقوني يا بنات. والتتبيلة داخلة كده جوه اللحمة ومخليها دايبة دوب، وهيتعمل معانا بكل سهولة. كملوا بقى الفيديو للآخر عشان أقول لكم طريقة التسوية بتاعته بالظبط ازاي، وأقول لكم كده على كام تريكاية اللي هتخليه طعمه خطير. تعالوا بقى أقول لكم عملنا العظمة دي ازاي. بصوا يا بنات، ده ديك رومي حوالي 13 كيلو. ده مزارع مش بلدي. في فرق في التسوية ما بين المزارع وما بين البلدي. هنعمل كده كام تركاية مع بعض عشان يطلع لحمه دايب كده وجوسي من جوه. اول حاجة انا طبعا غسلاه كويس جدا، وغسلاه بالدقيق والملح والليمون وسبته يتصفى. وبعدين جبت هنا بقى اكبر حاجة عندك، انا ما لقيتش اكبر من الحلة دي بصراحة عند ماما.